بسم الله الرحمن الرحيم. سيدات والسادة حضورنا الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب فيكم في هذه المحاضرة اللي تنظمها نقابة المصرفيين، والتي تحرص من خلالها على نشر الوعي والثقافة بين كافة فئات المجتمع فيما يتعلق بالأمور المصرفية والمالية والاقتصادية بشكل عام. راح أكون معاكم اليوم أخوكم سالم الطهمازي، عضو في نقابة المصرفيين. موضوع محاضرتنا اليوم يتعلق بأحد أكثر الجرائم التي تتطور بشكل مستمر ودوري، وهي جريمة الاحتيال. وأغلبنا تعرض للاحتيال أو محاولة الاحتيال، أو يعرف صديق أو زميل أو قريب تعرض لهذه الأمور. والأهمية هذه الأفعال، المشرع البحريني تطرق لهذه الجريمة، وتحديدا في المواد من 391 إلى 394 من قانون العقوبات. إذا ما رجعنا للتاريخ، هذه الجريمة مو جديدة. يعني في السابق كان الباحثين يطلقون على مرتكبين هذه الجرائم أصحاب الياقات البيضاء، والسبب في ذلك أن دائما كانت المدرسة الكلاسيكية في الاحتيال أن يجيلك المحتال أو مرتكب هذا الفعل بهندام مرتب، بملابس نظيفة، على أساس يعطيك نوع من الأمان والثقة، ويقع الضحية في هذا الفخ. لكن الآن مع التطور أصبح المرتكب هذه الجرائم يتعامل معنا من خلف الشاشات وعن طريق وسائل الاتصال والتواصل. لذلك كان يجب علينا أن احنا نستعين بأحد ذوي الاختصاص في هذا المجال، واللي له صولات وقدم الكثير من المحاضرات والندوات علشان نستفيد من المعلومات اللي راح يقدمها ويوصلها لكم، ومن خلالكم انتم بعد توصلونها إلى أكبر شريحة ممكنة. محاضرنا اليوم اللي هو الدكتور مشعل الذوادي. وسمحوا لي قبل لا يبدي الدكتور أعطيكم نبذة بسيطة عن سيرته الذاتية. هو الدكتور مشعل ناصر حمد الذوادي، باحث اقتصادي وخبير بتنمية الموارد البشرية، يملك خبرة عملية قرابة 30 عام في القطاع الحكومي والبنكي والأكاديمي وكذلك الدولي. لديه عدة أبحاث اقتصادية مع منظمات دولية، وآخرها بحث توفير السيولة المالية للمشاريع الصغيرة بمملكة البحرين مع منظمة اللي هي منظمة CIBE الأمريكية. هو مؤسس الحملة الوطنية حصن نفسك من الاحتيال الإلكتروني، ومن خلالها قدم مثل ما ذكرت الندوات والمحاضرات في المجالس الأهلية والثقافية. حاصل على البكالوريوس والماجستير بإدارة الأعمال من الأكاديمية العربية في مصر. حاصل على الماجستير بإدارة الموارد البشرية من جامعة بورنموث، وماجستير بالعلوم الاجتماعية من جامعة كارديف في بريطانيا. حاصل على الدكتوراه عن بحث تطوير السياسات لمحاربة الفقر من جامعة ساوث ويلز في بريطانيا. ننوه أن بعد نهاية المحاضرة إن شاء الله راح نفتح مجال الأسئلة والمداخلات والاستفسارات من الحضور الكريم. زين، حياكم الله في حملة حصن نفسك ضد الاحتيال الإلكتروني. وهي هذه حملات احنا توعوية نسويها، وندوات توعوية حق الناس من أجل أنهم يستفيدون من الخبرات اللي قاعد تصير، ياخذون بعض الأمور الفنية اللي ممكن يستخدمونهم في حياتهم العملية. طبعا احنا إذا بنتكلم اللي هو عن الاحتيال شنو في منظوركم انتم؟ شو اللي تعرفون عن الاحتيال؟ أي قصوا علينا واحنا ولا ندري. اي كلام اي نعم، جمبازين صح. هذا النوع. زين، في احد هنا في الصاله ما تواصلوا مع المحتالين؟ الكل ما تواصلت وياهم. اي زين، اتصلوا اول واحد وثاني واحد. اي ما شاء الله. يعني انا اقول المحتالين هذولين لو مشتغلين ويا الاحصاء في البحرين ومسوين احصاء على التعداد السكاني في البحرين، يمكن خلصوا كل شيء. خلصوا يعني المواطنين والمقيمين مع بعض.
زين بس للاسف هذين قاعدين لك اللي هو برع. احنا اللي نعرف ان المحتال او من قبل اللي هو السارق اللي هو يجينا يدخل البيت ينط من الدريشه يروح يبوق ما خف وزنه وغلى ثمنه ويطلع، بعدين الشرطه يجون يدورون على البصمات، وين البصمه هذه وتشوف هذه والارشيف. الحين حاليا المحتالين طبعا نشوفهم من وراء الشاشات هذه، اقصد هم يشوفوننا من وراء الشاشات هذه. صار المحتال هو قاعد في ديرته ويبوقنا احنا هني قاعدين، وانت قاعد في يعني بيتك، ومثل ما يقولون في قعر دارك انت قاعد هناك. حطوا لنا الكتروني والناس اي عاد هاي لازم تتعلم شلون انت تتعامل معاه. ما ف... لازم يحسب. وهو قاعد هناك بس بالازره، البيزات تتخلى بعد حقك انت، بعد حق فلان، بعد حق فلان. فهم شو يسوون؟ هم يرسلون مسجات سواء كانت اللي هو على الاس ام اس، يعني في خطوات اللي هو معينه حقهم. شلون هم المحتالين يوصلونه تقريبا باربع طرق: بالايميل اول واحد، بالموبايل اللي عندك ثاني واحد، بالاس ام اس ثالث واحد اللي هو المسجات اللي توصلكم، واخر واحد من خلال بعض الكوارث الطبيعيه اللي تصير على اساس اللي هو جمع الدونيشنز هذه اللي هو جمع اللي هو المبالغ من اجل اللي هو الدعم. فهم يستغلون هذه النوع من الكوارث الطبيعيه على اساس انهم يسوون لكم مثلا مسجات ولا حاجه ويرسلونها اللي هو لكم. فاذا إن احنا نتكلم عن الاحتيال، في هناك نوعين من الاحتيال الالكتروني. في هناك التصيد الالكتروني وفي الاحتيال الالكتروني. الفرق ما بينهم: التصيد الالكتروني يعني مثل يسمونه الفيشنج، هذه يعني الشخص قاعد في مكان مسوي لك صفحه عشان مثلا انت تروح تشتري من محل من المحلات، خلينا نقول محل نيكست. زين تروح انت تدش هناك على الويب سايت المحل نيكست، تروح انت تسوي عنده اوردر. هو فعلا الاوردر يمكن اللي هو يروح حق شركه نيكست هناك المحل، لكن ورا الصفحه هذه في صفحه خبيثه. زين الصفحه الخبيثه هو اللي انشاها، وبعد ذلك هو يستلم المعلومات. احنا نحط نسوي اللي هو الاوردر، فعلا الاوردر وصل هناك صار وراح حقهم ويا لنا الاوردر، لكن هو حصل كل المعلومات. ليش؟ لان المعلومات هذه اللي احنا حطيناها هو مسوي صفحه ثانيه مبنيه لينك مع الصفحه الموجوده هناك على النكست اللي هو محل نكست. فالاوردر بعض الاحيان يجينا وبعض الاحيان ما يجي. زين شو السبب؟ اذا ما يجي فرضا انتم سويتوا الحين اوردر، الو سويتوا اوردر كل حاجه، خلصتوا، صكيتوا الكمبيوتر، طلعتوا من الموقع، ما توعون الا التليفون رن، التليفون يرن: السلام عليكم، انتم الحين توكم مسوين اللي هو ترانزاكشن، شريتوا كذا 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 بمبلغ 38 دينار. اي نعم، العمليه ما تمت. زين ليش؟ انا اشوف ان هي تم الخصم. يقول لك لا العمليه ما تمت. زين شو نسوي؟ لازم نسوي العمليه الحين اونلاين معاك. زين اذا سويت اللي هو اونلاين، اي سلم على حسابك اللي في البنك هناك، اي كامل المبلغ بيروح. لانه هو سم لما تروح عند المشتري يعطيك رصيد عاد ولا لا؟ اي بس هذه اللي هو اونلاين على الجهاز. اي هاي اونلاين على الجهاز. فالشخص يعني عن حادثه اللي هو صارت حق احد من الزملاء، يقول لي بنت اخته كانت شاريه بعض الاغراض مثلا من نمشي، شرت من هناك وبعدين دفعت وصارت الترانزاكشن اوكي كلير، سحبوا وبعدين قاموا اتصلوا لها، اتصل لها واحد قال لها ان العمليه ما تمت ولازم الحين نسحب وياكم اونلاين. فقامت تعطيه المعلومات كلها، وصلت لاخر درجه. بعدين الاخو والظهر اللي دش عليها حول المبلغ من حساب لحساب ثاني، صار له هو الحساب اللي بياخذ منه المحتال، فحول له تقريبا 3000 دينار، سحبهم فورا. زين شلون المحتال يقدر يسحب بدون الاو تي بي؟ زين عنده الاي بي لا عنده؟ لا ما عنده شيء. ما عنده؟ لا. اللي يصير شلون المحتال ممكن انه هو يسحب؟ خلينا نقول يعني انا قاعد اقول لكم عن عده طرق اللي هو قاعد يصير اللي هو هناك. زين الطرق كثيره، فانا بس بوضح لكم اللي هو اياها. طبعا المحتالين لما يتصلون لنا يسلمون علينا وشلونكم مالونكم، ياخذونكم بالكلام. لازم تعرفون يا جماعه الخير، المحتال يمتلك من 20 الى 25 ثانيه من اجل انه هو يتحكم فيك. زين ليش يمتلك في هاي الفتره بس من 20 الى 25 ثانيه؟ لانه هو دوام يبتدي من الساعه 7 الى الساعه 1 ظهرا، ومن الساعه 4 الى 6 مساء. اي نفس البنكرز هو. اي ليش ماخذ هاي التوقيت؟ لان الساعه 7 الناس توهم قاعدين من النوم، فمو بحاطين بالهم. اتصلوا حق 4 مدراء بنوك، اعطونا الرقم، اعطوهم الرقم وسحبوا البيزات.
مدراء بنوك. يعني ما حد ترى معفي، زين، ما حد معفي من يعني المحتالين هذولين، فالكل ممكن انه هو يصادفه. يتصلون لك في هاي الفتره، احتمال انك انت تكون مشغول ولا حاجه، لان في بعض الناس يسمونهم اللي هو وان تاسك، انه بس عندهم شيء معين لازم يركز عليه، اذا ركز على شيء ثاني ممكن انه هو يتلخبط. فهم يتصلون حق اغلب اللي هو الناس، رقم ورقم ورقم وهذه وهذه وهذه، والناس يقول لك ليش يعرفون ارقامنا ومن عطاهم وبتلكو اس تي سي وزين وما وين. زين، هذولين يطلعونهم راندملي، يطلعونهم مو انت حاط رقمك على الويب سايت هناك، انت حاط ارقامك رايح اللي هو شاري ولا مسوي شيء، هم يتصلون لك ويقول لك حياك وتعال وعندنا كذا 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 واحنا نبي ناخذ من عندك اللي هو الاو تي بي، او يقول لك ان البنفيت صار عليه تحديث ولازم احنا نحدث معلومات وياك، او انك انت روحت $25,000، او ان معلوماتك البنكيه صار لها لازم تحديث الحين نسويه وتعال على اساس نحدثه اونلاين. وياخذون كذلك المناسبات. زين، انا قلت لكم اللي هو عن المناسبات هذه اللي هو بعض الاحداث. المناسبات خلينا نتكلم احنا عن اخر مناسبه اللي هو مرت علينا، كان عيد الاضحى، الحج. اتصلوا حق واحد مؤذن قالوا له انت مسجل حق الحج ولحم ما دفعت، وفعلا هو لحم ما دفع. قال لهم زين اوكي انا ابغى ادفع الحين، اي لكم المكتب؟ قالوا لا ما يحتاج، ادفع الحين اونلاين. اي زين، دفع لهم اونلاين، هو كان باكستاني مؤذن، دفع لهم اونلاين، سحبوا منه 2000 دينار فلوسه وفلوس مرته. الريال انهار، بس لا حجه دي، بس ما يروح. خلاص ما يروح هذا. لا بس هذه لا، هذه يقول لك لازم احج انا، هاي الكلام ما يمشي اللي هو علينا. يقول لك انا لا احج بس يعني شوف يعني لا اله الا الله محمد رسول الله، يعني فقير على قد حاله، يجمع لك الدينار على ال5 على ال4 على ال7 ليه ما وصل اللي هو هاي المبلغ. يمكن 6 سنين خذوها بس مره واحده وطار المبلغ. المبلغ اذا طار من عندكم لازم ترجعونه بسرعه، ولازم تروحون توقفون اللي هو الحساب، تكلمون اللي هو البنك. اعرف ان في يعني بعض الاحيان الطرق اللي هو تاخذ لها فتره اكثر، بس لازم تروحون تتوجهون الى البنك. يعني خلينا نقول في ظرف 10 دقائق او اللي هو ربع ساعه لازم تكلمون البنك، يصير فريز حق الحساب، والبنك بنفسه يبعث كذلك اللي هو مسج ثاني حق البنوك الثانيه على اساس يسوون فريز حق الحساب اللي راح له، يعملون له تريسنج اللي هو تتبع اللي هو يصير حقه، فيشوفونه وين رايح ويسوي له فريز قبل ما يطلع برا البحرين. اي مبلغ يطلع برا سمع. المفروض يخبرون جرائم الكترونيه، البنك يوقف حسابه بس ما عنده كنترول على البنوك الثانيه. لا هو هذا هو البنك اذا وقف حسابه يقول لهم ترى الحساب طلع من عندي راح على الثاني. يخبرون الجرائم الماليه، والجرائم الماليه يسوي تعميم حق كل البنوك. الجرائم هذه شعبة الجرائم الإلكترونية هو طبعا لازم يروح يتوجه لهم، بس هو إذا كانت الحسابات داخل البنك يوقفون داخل البنك يوقفون في نفس كل الحسابات يوقفونها بس اللي راح لهم. خارج لا، ما لهم اللي هو عليهم اللي هو أيد، لكن ممكن إن من شعبة الجرائم الإلكترونية يتواصلون معاهم يقولون وقفوا هذه وقفوا هذه وقفوا هذه، بس كل يتوقف يصير فريز، ما يخلون اللي هو المبلغ يطلع برا البحرين، لأن المبلغ إذا طلع بس خلاص ما بيرجع مرة ثانية. إذا احنا بنتكلم اللي هو عن الطرق اللي هم قاعدين يستخدمونها الحين حاليا عندنا احنا، طبعا في هناك 24 طريقة يستخدمونها. المشهورة احنا هني عندنا حدث البنفت، يتصلون لك يقول لك اللي هو حدث البنفت، او عندك معلوماتك الشخصية او غيرها وغيرها، حدث الليسن. فاحنا انا الاسبوع اللي فات حصلت اللي هو 4 مكالمات، حدث البنفت، حدث معلوماتك الشخصية، فزت $25,000، وبعد شنو في بعد كذلك اللي هو شغله قالوا لي اللي هو عنها. المهم هم 4 شغلات اللي هو قالوا لي اللي هو عنها، فانا قعدت اسايرهم اي شنو تبون، اي فزت والله اي اوكي زين ان شاء الله شنو لازم اسوي الحين؟ قالوا احنا ما نعطيك كود بس سجله عندك. قلت له زين اوكي، اعطاني الكود 80 بس صكيته بعدين، فما بضيع وقتي اللي هو معاه. واحد ثاني كلمني عن البنفيت، يقول لي بنفيت احنا كان تبي احنا لازم نسوي الحين تحديث حقك لان انت عندك مشكله في البنفيت. قلت له انا عندي مشكله في البنفيت. اللي يقول لي اوكي الحين لازم احنا نسوي لك اللي هو تحديث حقك. شو اسوي؟ يقول الحين بعث لك انا كود عطني اياه علشان اقدر اسوي لك التحديث. قلت له زين اوكي، سكت وجهه. فهذولين ياخذونكم كلعبه، اذا بعث لك الكود لا تتوقع انه هو ممكن يعني يسحب الا اذا انت اعطيته. شوفوا يا جماعه البنوك محصنه نفسها من ناحيه الاحتيال الالكتروني، وذلك من خلال الامن السيبراني. زين، الامن السيبراني هم حاطين لهم معدات وادوات خاصه تحمي البنك من اي دخول خارجي
او اللي هو دخول خبيث من اللي هو المحيط الخارجي. من هو الحلقه الاضعف الموجود هنا؟ وانا دائما اتكلم عنها، اقول الحلقه الاضعف احنا الموجودين هنا في هذه الصاله، الناس الموجودين برا ما حد يدري. زين شلون احنا نقي نفسنا هذا الشيء؟ احنا ايش قاعدين نسوي الحين؟ قاعدين نوعي الناس على اساس انهم ما يعرفون. لا تعطون الاو تي بي حق الناس، لا تعطون اللي هو الارقام الباسكود، لا تعطون او تي بي، لا تعطون باسورد، لا تعطون الرمز، لا تعطون الرقم السري حق اي احد تعرفونه ولا ما تعرفونه. تفضل الرقم السري مال التليفون هاي كذا، بس خلاص بيتصلك انترناشونال كول، ما ايش بيسوي بعدين شو يا جماعه مو بشغلي، انتم ليش ما وقفتوا الخط هذه؟ لا، انت المسؤول عنه. في المرتبه الاولى والاخيره انت المسؤول عنه. تعطي الرجال الاو تي بي ويفتح له محافظ ثانيه. خلينا نقول الحين واحد اتصلوا له قالوا له عطنا الاو تي بي اللي وصل لك الحين، راح اعطاهم. يقول لك شلون يسحب بدون ما عنده اللي هو مايله اللي هو الاو تي بي؟ انا اعطيته الباسكود الحين، اعطيته الرمز السري، لكن شلون قدر يسحب بدون الاو تي بي؟ بكل بساطه يا جماعه، المحتال لما يتواصل اللي هو معاك طبعا فاتح له هناك شاشات عنده، فاتح له عده محافظ، فاتح له عده محافظ رقميه. احنا شنو عندنا هني؟ البنفيت. اوكي، هو عنده هناك يمكن جالكسي بي، عنده جوجل بي، عنده ابل بي، عنده ماروين، وعنده اي اف اتش وغيرهم. هاي السوالف هاي كل المحافظ هو فاتحها عندهم، عنده بي اف سي بعد، هاي المحافظ هو فاتحها عندهم. فيبعث لك المسج، انت تعطيه الكود فورا هو يحطه هناك فيفتح محفظه جديده. اذا فتح محفظه جديده معناته انه بدون سيتنج قاعده موجوده هناك، فيقدر يسحب من المبلغ اي مبلغ يبي. للعلم يا جماعه، البنفيت فوري بلس تسحب منها 1000 دينار، فوري تسحب منها 13000 دينار، والله يضاعف لمن يشاء. ممكن توصل لكم لغايه 30000 دينار. اوكي، جزاك الله خير. ممكن توصل لكم لغايه 30000 دينار. زين، فيجب ان الواحد يتحمل من هالامور هذه. فلوسك خلها لنفسك. باسكود عندكم، رقم سري معين وصلكم ولا حاجه مكتوب لكم، لا تقعد اللي هو تعطي الرقم هذه او الباسكود حق اي احد ثاني، تروحون تعطونه ليش؟ لازم ما تسوون هاي الشيء. في نوعين من المسجات توصل لكم يا جماعه من البنك، زين، ما حد يدري عنها، نقول لكم عنها الحين. نوعين من المسجات. النوع الاول يقول لكم ان انت رايح اللي هو شريت اغراض بمبلغ 20 دينار وهاي الرقم على اساس انك انت تدفع فيه، فهذه حق مشترياتك الخاصه. زين، والثاني اللي يجي لك يقول لك هاي الرقم اللي هو الاو تي بي، عاد هاي اللي يخوف. هاي اللي يخوف ليش؟ لانه بيفتح محفظه جديده حقك، فبيسحب كل المبالغ الموجوده اللي هو عندك هنا. فاحنا لازم نتحمل من هالاشياء. زين، طبعا عمليات الاحتيال اللي هو بدات من سنه 1992، يوم كانوا يقولون يتكلمون اللي هو عن النفط وعن عن الذهب وعن الفضه، وتعالوا دخلوا وكذا وسووا فعلوا واستثمار ما استثمار، وقاموا الناس اللي هو يروحون وياهم وياخذون وياهم. فبداوا من ذيك الفتره، لكن بعدين قعدت اللي هو تزايد اكثر يوم صارت على الامور الالكترونيه اتطورت، قامت اللي هو تاخذ اللي هو سرعه. ممكن واحد في ظرف ساعه واحده يصير في حسابه حول 35000 دينار. انتم شفتوا ذيك المره اللي هو الصيدلانيه 20000 دينار خذوا من عندها ابرضها، وبعدين اللي هو 20000 دينار يوم نزلت الابلكيشن ودخلت المعلومات اسحبوا منها تقريبا 20000، صار المجموع 40000. جاءوا وصلوا الجماعه في ظرف شهر واحد 97000 دينار، خذوا من فلان وفلان وفلان وفلان، جمعوا كل هاي المبلغ في ظرف اللي هو شهر واحد. فهذا النوع من الاحتيال قاعد اللي هو يصير هني. في احتيالات اخرى ممكن انهم يبعثونها لكم عن طريق اللي هو الايميل، يسمونها اللي هو ذا نيجيريان برنس. النيجيريان برنس شنو هذه؟ هي اساسا يعني فكره طالعه الظاهر من نيجيريا. يقول لك ان انا امير موجود في نيجيريا واهلي توفوا وماري من توفى، وعندي انا 35 مليون دولار وابى اجيبهم انا هني وبحولهم عليك على اساس ما في تاكس، يعني يعطيك شوي تمويه فيها. احنا هني شبعنا منهم، فاذا شفنا هاي الايميل فورا نسوي له ديليت. هذا اذا ما راح اللي هو في الجنك. في امريكا هذه العمليه مخسرتها ب$70,000، لان في ناس يصدقون وقاعدين ياخذون اللي هو هذه يعني العمليه، فللاسف مخسرتهم اللي هو هناك. فيجب ان احنا نضع حد حق هذه الامور. كيف ممكن ان احنا نضع حد؟ بالتوعيه، نوعي نفسنا، نعرف شنو صاير. احنا نخبركم الحين، انتم ممكن تخبرون بعد كذلك اللي هو الناس اللي بتروحون لهم، اللي بتشوفونهم، بتتكلمون معاهم. انا عارف ان هناك يعني مجموعه كبيره احنا نكلمهم
اذا طلعوا احتمال انهم ينسون، لكن هذه الامور لا، خليك واعي، لان المحتال اوعى منك. زين، شلون هو اوعى منا صاير؟ المحتال سلمكم الله مو مثل اول انه هو غبي وما يفهم ويروح يخلي بصمات ما بصمات هالاشياء، لا. المحتال الحين قبل لا يصير محتال مدرب ومعلم ومن احسن ما يرام، يدرس الدوله قبل لا يدخل لها، يشوف هذه الدوله شنو فيها، غنيه والله فيها بترول، اوكي، منطقه الخليج فيهم بترول، في البحرين، في الامارات، في قطر، في الكويت، زين وين نركز؟ انا بركز على البحرين، المجموعه الثانيه على الكويت، المجموعه الثالثه على السعوديه، وانتم ركزوا على الامارات ويا عمان. زين شنو صاير الحين في البحرين؟ في نهضه اقتصاديه، اوكي خلينا ندرسها، شنو صار؟ يروحون يدرسون الدوله من الناحيه الاقتصاديه، من الناحيه السياسيه، من الناحيه الاجتماعيه، ومن الناحيه الديموغرافيه. زين كل المعلومات موجوده على، ممكن انهم يشوفون شنو صاير هنا. خلينا نقول من الناحيه السياسيه، والله عرفوا ان الحين حاليا اللي هو في حرب، واسرائيل اللي هو قايمه على الفلسطينيين وقاعدين ياخذون بعض المعونات ودعم للشعب الفلسطيني، نزل اللي هو الرابط دعم الشعب الفلسطيني، فهم هني حاليا ينزلون لك هاي النوع من الروابط على اساس انهم ما ياخذون المبالغ منه. فاحنا نوصي في هاي الامور او في هذا الوقت ان احنا ما ندفع الا من خلال القنوات الحكوميه الرسميه الصحيحه اللي احنا نعرفها، ندفع من خلالها. اي هاي موجوده، هذه احنا لازم اللي هو ندفع من خلالها. اي قنوات ثانيه لا، ما نروح من خلالها. اعلانات تنزل لكم في الانستغرام، الجماعه في البحرين مركزين على الانستغرام، اوكي نزل لهم اعلان، شنو؟ ماي عذاري. يا الله، ماي عذاري اللي تشوفونه هذه يعني وايد ناس خسروا فيه، ماي عذاري. احنا للاسف احنا البحرينيين لا، يقولون لنا مثلا هذه الخيمه اذا تبون نسويها لكم الحين، يعني نسويها لكم في ظرف يوم واحد بتكلفكم 40 مثلا 2000 دينار. واحد ثاني يقول لك انا بركب لك الخيمه هاي كلها في ظرف يمكن كذي 3 اسابيع بتكلفك 150 دينار، 150 دينار اعطى. فاحنا دائما نروح الى الارخص. فهذه يعني في جماعه راحوا الى الارخص من خلال اللي هو الموبايل، طقوا عليها، كم يبون يشترون؟ يبون يشترون ب 10 دينار او ب 15 دينار، 730 دينار راحت منهم، 1800 دينار راحت منهم، 1300 راحت منهم. يا استاذ شلون نرجع؟ يا شيخ المبلغ اذا طلع ما بيرجع، لان هذه طلع مره واحده، يتحول اللي هو بسرعه من حساب لحساب ويتفرع وهو رايح لك، ما ترى عاد يكون في البحرين يطلعونه برا البحرين صار في شيء ما يندرى اللي هو عنه. فبهاي الطريقه قاموا يسرقون الناس. وعندنا بعد طريقه ثانيه قاموا اللي هو يحطونها، الحين قمت اشوفها بعد، وقفوها فتره وردوا عرضوها مره ثانيه، يقول لك هذه العطر احسن عطر موجود ومن احسن ما يرام، وهذا العطر يا الله اذا شميته بتطير انك شام ريحه الجنه وغيره. زين وبعدين اشوف هناك الكومنتس اللي كاتبين اللي هو عليه، يقول يا جماعه ترى هذه لو جايبين لكم دهن خالدي احسن لكم من هذه العطر اللي جايبينه، مثل الكريم هو، واساسا هم يعني نصابين. شو يسوون؟ اذا انت دشيت على اساس بتشتري العطر هذه يبعثون لك اياه فعلا، لكن يبوقونك من الناحيه اللي هو الثانيه. امس كان وياي شخص او اليوم الصبح يمكن كلمني شخص، ما ادري شنو شرى، ظهر شرى امس، يقول لي شريت اتفق صغير يعني حق الولد، يقول من المحل هني في البحرين دفعت عليه تقريبا 26 دينار. يقول يوم يوم يابوا لي اياه اكتشفت انه هو شيء تعبان، الصوره شيء ولا انا قاعد اشوفه شيء ثاني. المحتالين مركزين الحين حاليا على الفيسبوك ومركزين كذلك على الانستغرام. شو يسوون؟ يجون يصورون لك الشيء، يقول لك هذه مثلا الكاميرا من احسن ما يرام ونظيفه واوكي وزينه، بعد ما توعى هي محايه صغيره. صح. زين؟ يجيب البيزات. احل الله البيع وحرم الربا، يجيب البيزات. يصورون لك مثلا ماكينه خياطه، احسن ماكينه خياطه احنا ممكن نشتريها ب 50 60 دينار، يقول لك هاي ب 8 دينار. وين تحصلها؟ خلينا نشتري. تطلع شنو بعدين؟ لعبه بنات صغيره. فلازم احنا نتحمل من هالاشياء، لان في فن في التصوير هم يسوونه بحيث انه يخلون نوع من التمويه حق الناس. زين شلون اعرف انا اذا هاي نوع من التمويه؟ انت اذا رحت هناك شفت الاعلان اضغط على السبونسر اللي هو مسوينه، بيشوف يوديك على صفحه في الفيسبوك، بس خلاص معناته ان الشغله هذه غير صحيحه، لانه وداك اللي هو على الفيسبوك، واي واحد ممكن يسوي له صفحه على الفيسبوك. لكن انت لو تضغط على مثلا السبونسر هناك يوديك على الاكونت مالهم الصحيح، فتعرف ان هذه اللي هو الحساب صحيح وفي ارقام وفي اللي هو اتصالات، ممكن اللي هو تتواصل معاهم. المحتال يا جماعه
ما عاد مثل ما قلنا نفس الاول. المحتال ذكي يعرف شلون يدخل لنا بطريقه معينه، يجي لك بنمط انه هو يعني من البنك ومن المحل ومن شركه ولا ويلا واحنا ان شاء الله باذن الله رايحين اللي هو نفيدك واستثمر معانا. الاستثمار، ذكرت الموضوع. اي نعم، الاستثمار الحين حاليا قاعدين يراجعون كل الريكورد مالهم. اي واحد مثلا طلع من عندهم من قبل يرجعون له مره ثانيه، يقول له تعال اللي هو استثمر معانا، فيتصلون حق الكل في الاستثمار. في شركتين كانوا دائما يتكلمون عنهم هني في البحرين، باينانس وفي شركه اف تي اكس. باينانس هاي مال البيتكوين، تبع اللي هو الكريبتو، اللي هو البيتكوين، الاموال المشفره هذه، العملات المشفره. ف اف تي اكس هذه حق واحد مالك اسمه سام بانكمان. صارت عليه قضيه كبيره وغسل اموال وسرقه اموال يعني بالملايين في امريكا، والحين حاليا هو وقف الشركه اللي هو سكروها. وشركه باينانس يعني احنا كنا نسمع عنها، اليوم حاطين عنها اعلان ان الشركه هذه قاعده تدفع تقريبا 4.3 مليار دولار للحكومه الامريكيه، لان اساسا ما عندها سجل تجاري. والشركه هذه موجوده في دوله ثانيه تم انشائها في دوله، الشركه ذات مسؤوليه محدوده تم انشائها في دوله كايمان، وغير مصرح لها انها هي تشتغل في امريكا في الاوراق الماليه، وهم قاعدين يشتغلون ياخذون فلوس وغيره حق واحد صيني اسمه شاو، مشهور باسم سي زي اسمه. فخذوا المبالغ من الناس، والحين كيف الحين شو يسوون اياهم؟ مبالغ كلها طلعت. اقوى شركتين موجودين هذولين تسقط في يوم وليله. ليش؟ هاي اللي هو الكريبتو واللي يسمونهم اللي هو العملات المشفره. طبعا الاحتيال بعد كذلك ممكن انه هو يكون من خلال الايميل اللي يوصل لنا احنا كلنا يا جماعه، ممكن يوصل لنا الايميل هذه. شنو هو طبيعه الايميل اللي يوصل لكم؟ مثلا خلينا ناخذ مثال بسيط. في شركه بوشوكو، هي شركه تمول معدات ثقيله الى شركه تويوتا. شنو صاروا وياهم؟ دخلوا لهم محتالين على الموقع مالهم، مسكوا الخادم اللي هو السيرفر اللي موجود اللي هو في الشركه، مسكوا السيرفر وقاموا يطلقون ايميلات من خلال السيرفر حق الشركات اللي هم يتعاملون معاهم. فيا لهم ايميل حق شركه تويوتا ان احنا نطالبكم مبلغ وليكن مثلا 462 ألف دولار لازم تدفعون لنا الحين. زين، احنا موعدنا وياكم ان احنا ندفع مع نهايه شهر ديسمبر، شلون تبون الحين؟ لا احنا نبي الحين وحولوا في هاي الحساب. زين اوكي، راح وحوله وراحت المبالغ. هو مو بالالف، هو طبعا بالملايين، احنا نتكلم تقريبا عن يمكن 34 مليون دولار. اوكي، وراحت عليهم اللي هو كل المبالغ هذه. يتحول في نفس الوقت وين يروح بعدين؟ تذوب المبالغ كلها. وفي كذلك اللي هو حادثه ثانيه في سنه اللي هو 2019، المحتالون استطاعوا انهم يدخلون على بعض الخوادم الخاصه بالعملات الرقميه، وعطوا اشاره للخوادم هذه ان غيروا الشفره وحولوهم على حسابات ثانيه، غيروا الشفره حولوهم على حسابات ثانيه وراحت المبالغ. مبالغ مو باي مبالغ ضخمه. واذا بنتكلم عن الذكاء الاصطناعي اللي الحين احنا حاليا اللي هو قاعدين نمر فيه، طبعا في سنه 2018 واحد اشتغل في بريطانيا في شركه طاقه، يا له تلفون من عند مديره قال له انا ابيك تحول المبلغ الفلاني مثلا 70,000 دولار الى دوله هنغاريا في هاي الحساب. فهذا قال اوكي، يعني المدير خله حول ما في شيء. قام حول المبلغ، راح سأل المدير، لا يقول المدير انا ما قلت لك ولا كلمتك ولا قلت لك شيء. فمنها قالوا كل حاجه تكون بالايميل او يعني المقابلات الشخصيه، ما تكون اللي هو بس يعني كلام بالتليفون وفما الله، لا لازم يكون بالايميل او المقابلات الشخصيه. قبل كم يوم احد من السلك السياسي متصل لي يبون يسرقون الواتساب اللي حقه. شلون؟ فرضا رئيس مجلس النواب في مصر خذوا الواتساب ماله، فرضا مثال، فاللي بياخذ
اللي هو عندنا هذه اللي هو الواتساب، يروح يتصل حق الكونتاكس كلهم اللي عنده، يتصل حق فلان 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 فلان. فاي واحد يشبك معاه شو يقول له؟ يقول له انا بسوي جروب راح ارسل لك اللي هو مسج، وهاي الجروب على اساس انه نثبت اللي هو اسمك اللي هو هناك بهاي الرقم. فالجماعه صدقوا، قاموا سووا كابتشر وعطوه الرقم، يعني سلمت رقبتك بيدك. فشيء طيب انه هو كان مسوي 2 authentications، يعني رمز الامان 2. اوكي وصل لي الكود انا من شركه الواتساب، لكن في نفس الوقت انا حاط كود معين حقي انا ما حد يعرفه الا انا. فالشخص خذ اللي هو الواتساب وانسحب منهم، قاموا هم رجعوه في نفس الوقت. فتحملوا من هاي الاشياء اللي هو قاعد تصير، لان بعد كذلك اللي هو منتشره. احنا دائما في الحمله نكتب ان اذا صار شيء فورا اللي هو نعلن عنه. المسجات يا جماعه اللي تجي لكم على التليفون، زين شلون اعرف ان هاي المسج من البنك، هاي المسج من المحتال، هاي المسج من ماروين، هاي المسج اللي هو خطا اساسا اللي هو جاي لنا احنا؟ طبعا البنك اذا بيتعامل معاكم يتعامل معاكم من الحساب المعتمد عنده، وهو الحساب المعتمد عندكم انتم، واللي لكم اللي هو المبالغ عليه والمرتب، واذا اودعت لك اللي هو المسج عليه هناك. طبعا هذا الحساب هو الصحيح، ويجي لك عليه مسج بدون اي خطا. بدون اي خطا يعني شنو؟ يعني ممكن انه يذكرون اسمك، يعني دير مستر مشعل، مشعل ناصر، يو هاد يوز يور كارد ان كذا 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 كذا، يعطونك اللي هو الديتيلز. زين، فهذه معناته انه شيء معتمد. لكن المحتال شو يقول لك؟ يقول لك انه يور سي بي بعدين داش ار اي دي، يعني يحط لكم اشياء خطا انت لازم بعينك تقدر تشوفها ولازم تدقق فيها. لا اقول ما عرفت، قلنا لك. لا اقول ما بفهم عليه، الشيء واضح قدامك، تعرف الشيء الصح من الشيء الخطا. انت مو مصحح لغوي، لكن المسج اساسا خطا جايه، سواء كانت بالعربي او كانت بالانجليزي. انا ذكر قبل كم يوم حطيت حتى عندي في الاكونت هناك، اتصل لي واحد اللي يقول لي ممكن اتكلم معاك. قلت له اي سام ابو علي خير ان شاء الله، بس انا الحين مشغول، ممكن اكلمك على الساعه 4؟ يقول والله يعني انا محرج بس بغيتك في موضوع. قلت له خير امر. اللي يقول في عندك يمك ويسترن يونيون؟ فورا عرفت انه هو المحتال، ماخذين رقمه الواتساب. فقلت له سلامتك ما في يمي، اذا في يمك انت ويسترن يونيون ابعث لي 8000 دينار. فقال محتال على محتال ما ينفع، بس الريال صك الخط وراح بعدين اللي هو عني. زين، واتصلت بعدين حق صاحبنا قال لي والله اخذ يعني الريال هاي رقمي وبهدلنا، قاعد يتصل حق الناس ويطر اللي هو منهم. زين سالته قلت له شلون خذ الرقم؟ يقول كنت مشغول انا، وهو اتصل. شوفوا يا جماعه في غفله من امره، اتصل اي في رقم اللي هو لك عطني اياه، نعم تفضل هاي الرقم، وسحب اللي هو الحساب من عنده. فانتبهوا على الاتصالات اللي تجي لكم، خاصه اذا قامت تجي لكم اللي هو من بعض الاحيان على الواتساب او من بلدان اللي هو اجنبيه. طبعا الناس يقولون اوكي هاي رقم بحريني، زين انا اقدر عندي الابلكيشن هذه اقدر اتصل لك من اي رقم بحريني، حتى من رقمك اقدر اتصل عليه، يعني رقمك يجي لك رقمك اللي هو عليه هنا. فمو معناته ان هاي الرقم بحريني روح جاودوا سووا فعلوا، لا هذه ابلكيشن على النت موجود اللي هو هني، فهم ممكن يختارون الرقم ويتصلون لك. من ضمن الاشياء اللي هو اللي تصير يتصلون لك وبعدين يبندونه. عاد احنا يعني في بعض الناس يعني مفكر نفسه انه هو يشتغل في الوزاره او داش على الخدمات الاسكانيه، او ان الناس يعني ما شاء الله ضاربين حارقين يشتغلوا مجلس النواب. فمن يشوف مسكول يروح يتصل على الرقم. زين يا جماعه انتم ما تعرفون الرقم هذه ولا تدرون عنه، اللي اتصل لك بيرجع لك مره ثانيه، تروح تتصل اللي هو عليه. فيتصل وش يسوي المحتال؟ يسوي الخط هذه ماله لينك مع بنفيت. فانتم اذا تتصلون حياكم الله في بنفيت، وشكرا لاتصالكم ببنفيت للتحدث باللغه العربيه كذا والتحدث باللغه الانجليزيه كذا. فتقول ها اوكي هاي بنفيت متصلين لي، معلش انا ببهنده واكيد بيردون يتصلون مره ثانيه، ثواني بس تقريبا او ناخذ دقيقه يرد يتصل لك هو. فانت هني شنو؟ انت هني حسيت بالامان ان هاي الرقم من بنفيت، مع العلم انه هو خط نقال، يعني بنفيت بيتصلون لك ما بيتصلون لك، بنفيت عندهم خط خاص اللي هو حقهم هم. فلازم احنا نتحمل من هالاشياء اللي قاعده تصير هنا. هم قاعدين يستغلون عده امور، عده اتجاهات قاعده تصير، واشياء قاعدين يطورونها، ونشوف اللي هو اشياء حديثه حاليا اللي هو قاعد تصير. مسج يجي لك مثلا من جرير على بوينتس موجوده في بتلكو، على استخدام في اماكن اللي هو ثانيه.
فهذه هم يدوخونك في الاشياء. ولازم تعرفون ان اللينكات اللي يبعثونها لا تتوقع انها لينك بسيط هذه وانا بدخل عليه وما في اشكال. معلش خليني اعطيكم اللي هو نقطه. الموبايل هذه يا جماعه في هناك له ابلكيشنز، التطبيقات هذه خاصه للاستخدام في الموبايل فقط. انت تستخدم تطبيق في الكمبيوتر ما تستخدمه في الكمبيوتر، انت تستخدمه بس في الموبايل. الموبايل اذا شغلت عليه الويب سايت اللي هو المواقع الالكترونيه، الشاشه صغيره فما بتطلع كل الامور الموجوده في الموقع الالكتروني. فلهاي السبب احنا نقول لكم اذا بتروحون على لينكات روحوا من خلال الكمبيوتر، لان يقول لك اذا كان هذه الايميل سبام او اللي هو كان يعني سيء او لا يوصى به، فانت اذا رحت عليه ممكن يخرب لك اللي هو الجهاز. زين شو يسوون هم ينشئون صفحه خبيثه، بعد ذلك ياخذون اللينك نفسه، اللينك طبعا يكون وايد طويل، هذه ياخذونه الى موقع اخر يقومون يصغرونه في موقع اسمه بتلي، يصغرونه وبعدين يجون يحطونه اللي هو عندكم، يكتبون بت داش لي ما شنو شيء هالشكل دوت كوم بعدين دوت بي اتش، او يكتبون لك اللي هو مثلا كوماكس بعدين اللي هو دوت بي اتش، هذه اخر مسج اللي هو واصل. فتحملوا من هالاشياء، يقولون لا والله هاي اللي هو في البحرين خلينا نروح اللي هو حقهم. لا تروحون على لينكات مباشره قاعده هناك موجوده، اللينكات لا تروحون عليها لان ممكن يخلون لكم اللي هو اشياء خبيثه، تدشون مره واحده ياخذون المعلومات الموجوده اللي هو في تليفوناتكم، او انهم يهكرون تليفوناتكم. بعض الاحيان بعد كذلك المحتال يتصل لنا من الخارج يقول انت عندك كذا وانت عندك كذا. زين شلون يعرفون؟ اي فعلا انا عندي رقم بطاقه اخرها اللي هو 4856. زين شلون يعرف هذه؟ بعدين اكتشفنا ان في لهم هناك مندوبين موجودين في البحرين، والمندوبين هذولين اذا انت وديت مثلا تليفونك حق تصليح يقومون ينزلون فيه ابلكيشن تطبيق ميرور، ينزل الابلكيشن يختفي. بعدين شو يصير؟ بعدين اذا انت رحت خذيته يقول لك تمام تليفون ما شاء الله شغال بالاحسن ما يرام وتقدرون تشيكونه، فانت تاخذ انت تستعمله. اول ما شغل التليفون يرن عنده هذاك الرجال يشوف انت ايش قاعد تسوي، ميرور اوكي، يرن عنده يشوف انت ايش قاعد تسوي، فيعرف المعلومات، يتواصل بعدين مع المحتال يعطيه اللي هو المعلومات، والمحتال يتصل لك ويقول لك كذا 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 كذا. اي نعم ايش دراك انت تطمئن نقول ان هاي الرجال فعلا هاي من البنك، بس لكن هو لا من البنك ولا من شيء، هذه هو محتال متصل على اساس انه هو يبوقك. زين تعرفون ان الموبايل اللي عندكم هذه يتصنت عليكم، تدرون ولا لا؟ تدرون عنه. زين احنا حاطين الطريقه على الموقع شلون توقف خاصيه التصنت من الموبايل. اوكي فانتم تقدرون تدشون هناك وتشوفونه مشعل اللي هو نفس الموقع هذه اللي هو مشعل بي اتش. اذا دشيت هناك طبعا هاي مع قرب نزول الراتب، ما شاء الله الحين ما شاء الله المحتالين شانين هجمه قويه على البحرين وعلى كل دول الخليج. شايفه بالبحرين لا يقول لك في فلوس، يقول لك في فلوس، فما دام في فلوس خلاص اللي هو جاي لك اللي هو هني. فيهم كفيهم. لا عندهم مبالغ اللي هو لهم مبالغ اللي هو ضخمه، طبعا ياخذونها من البحرين او من دول اللي هو الثانيه. تبلغ قيمه المبالغ اللي قاعدين ياخذونها حاليا من دول الخليج سنويا 724 مليون دولار. 724 مليون دولار، واحسب يا حاسب سنويا. نعم ما ينصادون. هي نفس النوع اللي قالها عدد سكان البحرين. هاي اكثر. هم شلون ينصادون اذا كانوا موجودين في البحرين، بس اذا كانوا خارج البحرين والمبلغ طلع ما ينصادون. في تكليفات وفي اشياء اللي هو ثانيه وقضايا ما قضايا، لانهم عارفين ان الطريق اللي هو طويل، فالمبلغ شو يسوون؟ يلفونه حول العالم. وبعض الاحيان شو يسوون فيه؟ يحولونه الى بيتكوينز، يحولونه او انهم يسوونه. شفت اللي يوقفون لك في الشارع، تعال بعطيك انا كريدت الحين حاليا، اي مال تلفونات هاي يبيعون اللي هو عليهم بعض الاحيان كذي، اي او يعطونهم اللي هو جيفت كارد مال امازون او مال جالكسي او اي مكان اللي هو ثاني تبع اللي هو جوجل، فيعطونك اللي هو جيفت كارد هذه. او انهم يدخشون على اللي هو البيتكوينز وياخذون اللي هو العملات المشفره، بعدين يسوون له اللي هو عمليه تسييل. شلون يسوون له عمليه تسييل؟ يقومون يشترون اللي هو شغلات ويردون يبيعونها بطريقه صحيحه ويستلمون اللي هو فلوسهم. فهني يعني اذا بتتبع العمليه هذه طبعا اللي هو بيصير لها فتره طويله في عمليه التتبع وما بيصير عندك بارض. وبعض الاحيان اذا ما يتصلون لك مثل اللي هو تبع
الاستثمار. يقول لك تعال استثمر ويانا. بقول لكم عن قصه واحد يعني صار له تقريبا في الاستثمار الحين حول 30 سنه مثل خبراتنا احنا 30 سنه. هذا الريال الله يسلمكم احنا اكتشفناه من خلال موقع قاعدين يبيعون المعلومات. زين طلع لنا اسمه يبيعونه ب$10 ب$10 معلوماته. زين شنو هذه؟ يقول لك شخص من البحرين كان تبون تشترونه، حاليا احنا ماخذين من عنده مبالغ وللحين اللي هو عنده، فاحنا الكذب خلصنا وياه، اذا تبون تدخلون توصلون الكذب وياه اوكي. قمنا احنا دفعنا $10 خذينا الاسم حصلنا اللي هو الريال، طلعنا معلوماته كلها، عرفنا كل شيء بالضبط اللي سواه. خسر تقريبا ما قرابته 180,000 دينار، يعني قيمة منزل. يعرفون يروحون حق مين اللي عنده. اي فهذه لا، هذه اللي هو يعني كان يدفع لهم على على فترة السنوات كلها، فالمجموع اللي وصل له تقريبا 180,000 دينار. زين طلعت هذه معلوماته ورحت حق الريال، اتصلت له تفاجأ من شلون يعرف وين ياب رقمي. المهم رحنا له هناك، قلنا له انا باي لك وابي عيالك بعد يكونوا موجودين هناك. فرحت كانوا عياله موجودين، قعدت وياه قعدت اتكلم معاه. تفاجأ الريال اني اعطيته المعلومات جدا حساسه عنه. ليش؟ حصلته انا ولا اعرفه، اول مره اشوفه. اعطيته معلومات جدا حساسه عنه، وقلت له شنو اخر مبلغ اللي هو صرفه من حسابه، وكم المبالغ اللي هو اللي انصرفت، وسوى لك اللي هو القصص كذا وكذا 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 وهاي الاشياء. وقلت له الحين قالوا لك انه بيعطونك اللي هو كاردات فيها اللي هو واحد فيه 12 مليون والثاني فيه اللي هو 7 مليون، بيجيبون لك اياها وهو جاي في الطريق يودون اللي هو العصابه واختطفوه، لازم تعطي اللي هو بيزات على اساس يرجع اللي هو البيزات، وامه ماتت واخته توفت وما من ولده داسه الموتر، فقصاصهم هاللون. هذاك تفاجأ من الشيء اللي انا قاعد اقول له. زين هاي الواقع ليه حين مصدق؟ يقول لي لا انت تشوف اللي هو باينانس. يا استاذ تشوف باينانس شنو صار فيها الحين، خقت الشركه اساسا اللي هو تبع غسيل اموال. الحين وين مبالغه اللي هو ماخذها من الناس بعد كذلك؟ شلون بيسكر اللي هو الافواه المفتوحه الحين حقه؟ وايد صعب. والريال هذه يعني يوم رحت قعدت اسال عنه اكتشفت انه هو كان في فتره من الفترات شغال ما شاء الله في البزنس، لدرجه انه اذا فتحتوا الخزنه مالته العشرينات تطب على الارض. وهاي الشيء صار قدامه هذا الشيء، وقلت له عنه. قلت له انا معقوله واقف قدام واحد كان من قبل اذا يفتح الخزنه الفلوس اللي هو تتساقط من عنده؟ ما اتوقع هاللون. وناس ثانيين بعد كذلك خذوا منهم ما قرابته 50,000 دينار، وناس ثانيين خذوا منهم يعني قاعدين نتكلم عن اموال التقاعد مالهم 60,000 دينار، وعندها امل انها ترجعه. ما في شيء يرجع. ليش؟ لان المبالغ اللي خذوها 60,000 دينار اذا وصلت انت الى درجه انه خلاص يعني عرفت ان هذه محتالين، فهم يردون يتواصلون معاك مره ثانيه. بس هالمره شنو؟ يقول لك انا المحامي الدولي فلان الفلاني وياي خبرك ان انا حصلت مبلغك، والمبلغ حاليا موجود في بريطانيا، اذا تبي انا ممكن اقيم لك اللي هو دعوه واستلم اللي هو المبلغ 4 ايام. يقول لك خلاص الدعوه نجحت وممكن انت تستلم المبلغ الحين، بس لازم تدفع لنا برسنتج. كم البرسنتج؟ انت حنبي لك اللي هو تقريبا حول يمكن 4 مليون، نبي احنا برسنتج حول يمكن 10,000 دينار. اي اوكي قدام ال 4 مليون ولا تسوي شيء اللي هو 10,000 دينار. يود يبيع السيارات وما شنو، خذ من فلان 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 ويجيب له المبلغ حول له اياه. بعد كذلك اللي هو في مبلغ 7,000 دينار حق الضريبه كان الدفعه، لان على اساس ان المبلغ يوصل. خذ من المبلغ اللي هو 4 مليون. لا ما نقدر نجيسه، ال 4 مليون هاي لازم يوصل لك نفس ما هو عليه. فقاعد ياخذ منك وانت ما تدري عنه، ويرويك الاوراق. اقول الاوراق هاي كانها صحيحه، هي الاوراق تكست، يعني هو حاط الاسامي اللي هو عليها وبعدين بعثها لنا، واحنا للاسف نصدق هاي الشيء. وفي ناس لا ماشيين وراحوا وسافروا وراحوا ما وين. وانتم شفتوا على ما اظن واحده الله يهداها يعني ما عندها اهل في الامارات، قالوا لها ان في واحد توفى وانت اقرب واحده حقه من الاهل ولازم تورثين مبلغ. اي ما صدق يعني تورثين مبلغ مثلا خلينا نقول 200,000 دينار. راحت قال شنو تبي؟ قال اوكي دفعي 4,000 دينار، وعطته بعدين زياده وزياده لين ما وصلت تقريبا حول 72,000 دينار. والله لهالدرجه ناس يعني. نعم هاي مو انا اقول لك اياها، حاطينها في جريده اخبار الخليج. زين وصلت 72,000 دينار، والبنت كانت قاعده تقول لها بنتها لا تدفعين هاي ترى مو بعدل مو بصحيح. لا ما صحيح ما في شيء. وروح هي بنت بعدين خذت البيزات وراحت اللي هو الامارات هناك. يقول لي يا اللي يالي على اساس يستلم البيزات كنا واحد قاعد يغسل سيايير.
يقول ما اعطيته الفلوس خليته وياي. رجعنا مره ثانيه وبعدين رفعوا له قضيه وما يندرى اللي هو عنهم الحين بالضبط شنو صاير. فالمحتالين بهاي الاشكال يا جماعه يجون لكم. المحتالين ترى قاعدين في حجرهم تحت برانيسهم وقاعدين يتكلمون اللي هو وياكم ويقولون لكم وتعذبون لكم انهم قاعدين في مكاتب وقاعدين في غيرها. ترى هم قاعدين في غرفه، بس انا ممكن احط هني اصوات من اليوتيوب ان انا قاعد في مكتب وانت عازبان لكم لا صدق والله قاعد في مكتب هذه كلام شكله ناس طالعين ويايين. كان تشوفون انتم هذاك اللي يتلثم يقول انا من وزاره الداخليه ريهان اي وما في شيء. بعدين هو قام بعدين شاب اللي هو الموبايل على مكبوس هامور يقول له تبي كل مكبوس هامور ما بعطيك اللي هو السي بي ار ولا شيء. فهذه هم يا جماعه ما عندهم حاجه الا انهم ياخذون بعض الاكاذيب على اساس يعطونا اياها، واحنا للاسف نصدق ونمشي في هاي المجال. زين في البحرين ناس منهم. سم في البحرين منهم. اي في لهم وصادوا اللي هو منهم. بعضهم اللي هو يستخدمون اللي هو الموبايل، او بعضهم يقول لك بحرينيين او اجانب؟ لا اجانب. في بعض البحرينيين بس تم استغلالهم يعني بنحس النيه. اي يعني هم اساسا قال لهم انتم بتشتغلون عشان تبون فريلانس تشتغلون واحنا بنعطيكم برسنتج، بس روحوا استلموا المبلغ من عند فلان هناك. فيروحون يستلمون من عنده خلينا نقول 1000 دينار. زين خذ 50 حقك او خذ 100 دينار حقك وحط ال 900 في البنك هناك حولها لنا. بس يحط ال 900 ويحول 100 دينار حقه. فهو يظن انه هو ربحان، بعدين ما يشوف الا وزاره الداخليه متصلين له. في حادثه صارت في السعوديه، واحده اسمها حنان وهو الاسم المستعار حق الضحيه. زين هالشكل قالوا لها ان تعالي واحنا راح نشغلك له ويانا، وشغلت شهر واحد ما شاء الله حسابها ما يوقف من الفلوس. بعدين كلموها الجرائم الالكترونيه النيابه، تعالي انت متهمه، فصارت من عامله الى متهمه. زين فلهاي سبب احنا ما نقول ان احنا ما ندري ما نعرف، انا بحسن النيه قلبي طيب انا بحريني، لا ما تغلبونه. شوف احنا جالسين في بطننا احنا ماخذين الفلوس اللي فوقنا واللي علينا. فهم هذه الطريقه اللي قاعدين يسوونها يا جماعه. انا مره كنت قاعد في بنك وانا قاعد وياهم يقول لي اكو لنا ايميل واحد من مواليد 92 سرقوا منه 3000 دينار. قلت له زين شنو السبب؟ كان شيرنج انفورميشن، اي يعني قاعد يعطيهم المعلومات بس وسحبوا كل شيء. زين البنك شو يسوي ذيك الحاجه؟ البنك ما يقدر يقول لكم شيء، البنك خدمه مسويها انت ما عرفت تستخدمها او استخدمتها بطريقه سيئه. قال لكم لا تعطون ارقام، المسج لما لكم يقول لكم هاي الارقام لا تعطون حق اي احد. زين انتم تروحون تعطونهم ليش؟ زين احنا في الحامله شنو سوينا؟ احنا في الحامله طلعنا ببعض النقاط تقريبا حوالي يمكن 9 نقاط افكار. زين قدمناها الى بنك المصرف البحرين المركزي وقلنا لهم كيف الطريقه ان احنا نحمي الناس من الاحتيال الالكتروني. قالوا لنا قدموها من خلال اللي هو تواصل، فقدمتها من خلال تواصل عند مكتب رئيس مجلس الوزراء، وان شاء الله باذن الله تشوف النور. زين الجماعه يسالون يقولون كيف ممكن ان احنا نحصن نفسنا من هاي الاشياء؟ زين انتم عندكم الحين حاليا حساباتكم الشخصيه لا تستعملونها، استعملوا حساب ثاني. الحساب مال الراتب لا تقعدوا تدشون على الويب سايت ويا الله واشتروا سووا افعل. زين خلوا هذاك ثابت، لكن في نفس الوقت افتح لك حساب ثاني وغير. حتى لو راح الحساب هذه اي حتى لو راح الحساب هذه باقو خلاص انت عندك حسابك اللي هو مال الراتب، لكن تعطيهم مال الراتب وبعدين نقول يا ويل ويلاه ما في فايده. نفس لك المثل حط البيض في اكثر من اي في اكثر من جهه. زين في بعد كذلك لو تقدرون تاخذون اللي هو البطايق التاب اب، البطايق التعبئه من البنك. هذه امن شيء. هذه اذا خذيتها وزعها ان شاء الله على البيت كله ما في مشكله. اي مبلغ تبي تحطه هناك بس ويقدرون يسحبون المبلغ اللي تبي تقدر تخليه هناك وهم ساحبين اللي هو منه. فهذه امور امنه. عندكم بعد كذلك اللي هو الابلكيشنز الموجوده اللي هو عندنا سواء كان اللي هو اس تي سي المحافظ الرقميه، عندنا اللي هو اس تي سي اللي هو باتلكو والت. في عندنا بعد كذلك خدمات اللي حق الناس اللي قاعدين انترناشونال اللي هم قاعد يسوون يتسوقون، فاللي قاعد يتشرى بطريقه اللي هو دوليه. في هناك خدمه امنه اسمها باي بال اسمها. هذه الخدمه دوليه. اذا انت قاعد مثلا تتشرى اللي هو شغلات من خارج البحرين هذه امنه في كل مكان، حتى لا قدر الله اذا مثلا ضربوا عليك المبلغ ولا شيء يرجعون لك المبلغ فورا. انا صادفني هاي الشيء يوم كنت في بريطانيا تقريبا سنه 2008 خذوا مبلغ من عندي شريت حاجه وما يالي تقريبا صار له شهرين ما يالي، بس سويت هناك اللي هو ديبيوز اللي هو عندهم مثل اللي هو رفعت كليم
كلها تقريبا يومين الى 3 ايام مبلغ داش في حسابي. قالوا لي ايش رايك في عطني الفيدباك، يعني ايش رايك في الخدمه؟ قلت بعد احسن من هالخدمه ما في بعد هذا، انا دائما وياكم. فهاي سكيور اذا انت تتعامل اللي هو مع اي ناس اللي هو بالخارج. طبعا المحتال اذا انت بتطرش له مثلا مبالغ بعض الاحيان، اذا انت يقول لك والله انا ما شنو كذا طرشت لك مبلغ بالغلط، تقدر تبعثه له مره ثانيه. هذا كان بحريني اوكي زين يعني تعرف، لكن اذا كان اجنبي شوي يخوف. فممكن يقولوا له يعني تعال مركز الشرطه هناك تقدر اللي هو تستلم المبلغ، نقدر نحاول عليك. خلاف ذلك انا ما اقدر اللي هو اسوي لك اياه، لان بعضهم يكون من اللي قاعدين يحولون لك المبالغ هذه بطريقه اللي هو دوريه، على اساس انها تي ممكن انت تدش تحت طائله القانون، لانه يقول لك ان انت يالك اللي هو الحساب. زين، فهاي الامور اللي كنت بوضحها اللي هو لكم ان شاء الله باذن الله، ونامل ان انتم استفدتوا على الاقل من اغلب الامور اللي احنا قلنا لكم اللي هو اياها، لان احنا الاشياء اللي قاعد تصير كل مره قاعدين نحدثها، كل مره نحدثها، وان شاء الله باذن الله اذا انتم تشوفون اللي هو الحساب مالنا، احنا سوينا جدول حق اعمال المحتالين، جدول حق اعمال المحتالين، يقول لكم مثلا من تاريخ 1 ل 5 المحتال شنو راح يكذب عليكم، من 6 ل 10 شنو راح يقول لكم، من 11 ل 15 شنو راح اللي هو يصير. ففي هالحاله انتم على الاقل تكونون يعني عارفين بالامور اللي قاعدين يسوونها المحتالين. بديت تشك فينا ها فاحنا نعطيكم المعلومات اللي هم قاعدين يسوونها على اساس ان انتم تحصنون من انفسكم. اي نعم، واذا في اي شيء احنا طبعا معلوماتنا نحدثها كل بين فتره وثانيه ان شاء الله باذن الله، ونتمنى ان قدرنا نوصل لكم بعض المعلومات الجيده، وان شاء الله باذن الله الله يقيكم شر المحتالين ان شاء الله باذن الله. حياكم الله.